السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اللي غادي تلقاكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غندير واحد لاطاغط بارده لهذا الصيف. لهاد لاطاغط ان شاء الله كنحتاجو جوج ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده عفوا، ونص كاس ديال الزيت، وجوج خمارات فاني، وجوج خمارات ديال الشوكولا ديال الكاكاو، واحد طريقه ديال الملحه. غادي نضرب هادشي في الضراب ونديرو في واحد المول او في واحد الطاسه، ونزيد الدقيق على حساب الخليط، ونزيد واحد جوج خمارات حمر، ونزيد الدقيق حتى يعقد ليا هاد راكم عارفين طريقه الكيك، وكي تيجي الكيك خفيف تيجي على هاد الشكل بحال هكا. وما ننساش نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل ابيض. نجيب واحد المول وندهنو بزبده ونرشو بالدقيق وندخلوه الفران. نجيب واحد الكاسرونه فيها نص لتر ديال الحليب، ونجيب مايزينا، جوج معالق ديال مايزينا باش ندير الطبقه الثانيه. هذيك الكيك هو الطبقه الاولى، هذه الطبقه الثانيه. ونزيد واحد جوج معالق ديال سنيده، وتتبقى الحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد. واحد الفلون ديال الشينوا حتى هو. من بعد ما طاب لي داك الكيك غادي نسقيه بواحد الكاس ديال الحليب ونقلبو على الجهه التحتانيه. الكريمه ديالي عقدات، غادي نزيدها واحد الساشي ديال فاني ونحرك، وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ونحرك على ما تبرد ليا شي شويه، على ما تدفى غير شي شويه. ونجيب الكيك ديالي وندير ليه واحد المول باش يشد ليه الجناب، ونخوي داك الكريمه نخويها على الكيك ديالي ونخليها تبرد. من بعد نجي نصايبو الطبقه الثالثه اللي فيها كاس ديال الماء، جوج خمارات بيض ديال فاني وسنيده جوج معالق كبار، المهم تبقى سنيده على حساب كل واحد، وواحد الساشي ديال الكاكاو، وواحد معلقه كبيره عامره ديال مايزينا ديال النشا. وندير هادشي فوق العافيه، نحرك بعدا قبل، وعاد نحط الكاسرونه فوق العافيه تتعقد مزيان. وغادي نزيدها واحد 12 قطعه ديال الشوكولات تتعطي واحد اللذه غزاله فينا. من بعد ما غيذوب لي داك الشوكولات غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده مع التحريك المستمر. راني محيده من فوق النار. ونجيب هذيك الكيكه ديالي من بعد ما بردات، راني دايرها في الثلاجه، نكب هاد الكلاصاج فوق هذيك الكريمه اللي درت في الاول. هاد الكلاصاج هو الطبقه الثالثه، ونسوي السطح ديالها باش يتقاد، ونخليها تبرد فوق البوطاجي وندخلها للثلاجه. من بعد ما بردات تنجي تنديمو ليها ونزوقها باش ما بغيتو. انا زينتها بالكركاع وقسمتها على هذا الشكل، جات رائعه يا البنات وبارده في هذا الصيف هذا ومع هاد الصهودات. الله يرحمنا، تجي غزاله على هذا الشكل هذا وبنينه يا البنات، تجي غزاله تنتمنى تجربوها. قطعتها على هذا الشكل، نفرحوا بها وليداتنا في هاد العواشر. وهشيشه كتجي هشيشه يا البنات ورطبه غزاله. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وما تنساونيش من التعليقات ديالكم ومن ابوني ومن لي لايك ديالكم. وعواشر مبروكه ان شاء الله، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. الى الملتقى، باي باي.